السلام عليكم. حريرة مغربية على طريقتي. عندي بصلة، نص بصلة، عندي 6 مطيشات مقطعين، جوج ربطات ديال القزبر ومعدنوس، وثلاثة العويدات ديال الكرافس. هنايا طحنتهم ونطحن الطماطيشه البصلة. غنزيد عليهم مطيشة الحك معلقة كبيرة والسمن. غادي نزيد هنا الحمص اللي مرقداه، اللي بغى يحيد القشره يحيدها. عندي هنا معلقه مع مراش ديال سكينجبير ومعلقه ديال الزعفران، راس معلقه ديال الابزار الابيض وشويه ديال الابزار الاسود والملحه. عندي هنايا الروز، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، كيجي زوين. وعندي هنايا العدس اللي غادي نخليه شويه في الماء عشان غادي نزيدو. عندي هنايا الشعريه نخليها حتى الاخر وغادي نزيدها. هنا ملي كطلع ليا الغليه كنزيد الزيت. صافي كنزيد الماء وكنسد عليها. ملي كطيب كنخليها، كنزيد عليها العدس والروز. ملي كيطيب ليا العدس والروز كنزيد الماء. عندي هنايا الماء مع الملحه، وكندير الدقيق باش كندور الحريره. انايا هنايا كندير 6 المعالق صافي وكنخلطهم، ومن بعد كندور بهم الحريره حتى كنوصل على القوام اللي انا بغيت. كاين اللي كيبغيها تكون ثقيله، كاين اللي كيبغيها تكون خفيفه. المهم هذاك الدقيق حنا كنتحكموا به. صافي انا هنايا وصلت للقوام اللي انا بغيته. غادي نزيد دابا الشعريه. صافي وكنخليوها طيب مزيان مزيان. صافي وكنطفيو عليها وكنقدموها. هذه هي طريقتي. كنتمنى ان تنال اعجابكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.